نهاية مباراة النادي الأهلي ووادي دجلة 3-1 للنادي الأهلي. في ليلة زيزو فيها كان مان اوف ذا ماتش بعد ما جاب جون وعمل اسيست. اللي راكب على النادي ومدلدل كابتن ماجد. ما اقدرش اقول غير ان ده كابتن ماجد. امام عاشور كل يوم بيثبت لنا ان هو بيحسن من نفسه وان هو بيجمد على نفسه وبيبقى اجمد من كان قبل كده. اللي راكب على النادي ومدلدل. صعبة دي على دياز، صعبة. بداية مبشرة لمروان عثمان، بس ده اوعى ينسينا ان احنا محتاجين مهاجم اجنبي. اللي راكب على النادي ومدلدل. دي كرة مرتدة للنادي الاهلي في الدقيقة 30، طالع احمد نبيل كوكا وامام عاشور ومروان عثمان وهناك زيزو. كوكا يعمل ايه؟ يروح لافف وراجع وباصي لورا. احسنت والله يا كوكا، واحسن اللي قالك تلعب كوره، واحسن اللي قالك تلعب كوره في النادي الاهلي. وانا لقيت حل للمشاكل الدفاعيه بتاعت الاهلي. احنا مش محتاجين مدافع اجنبي خالص. انت هتصرف كتير ليه؟ ان المدافع الاجنبي هيجيب دولارات وما اعرفش إيه. احنا محتاجين شركه مقاولات محترمه تاخد بالجنيه المصري. هنعمل في الحته دي كده هوت نقلتين طوب وصبة اسمنت، وهتتعشى او نبني حته هنا هو كده هوت عند الشناوي ورا مدافعين، عشان كده كتير الصراحه. اللي راكب على النادي ومدلدل.